وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. من مؤتمر الريادة النهاردة، المؤتمر بنناقش مشاكل عديدة. معانا دكتور علم نفس إكلينيكي وحاجات كده، مسميات كتيرة كده. هو هيعرفنا بنفسه وهيقول لنا مين معاليه. تمام. أنا دكتور أيمن الجندي، استشاري علاج نفسي كلينيكي وإدمان، طبعا من اسكندرية. وجاي المؤتمر بتاع النهاردة اللي أنا طبعا متابع معاهم، بصراحة بيقدموا حاجات متميزة جدا، كلها حاجات مفيدة وكونهم برضو يجمعوا 17 دولة في وقت واحد وكل واحد يعرض أفكاره، ده حاجة تتحسب له. ده حقيقي فعلا، بس ده مش أول مرة يحصل التجمع بالنسبة لهم بالحدث ده، وعلى طول هم بيتميزوا بصراحة بالجزئية دي. حضرتك ملتقى الناس اما تتلاقى مع بعضها وكل واحد بيقدم فكرته او اراءه او حاجه، وحضرتك استشاري علم نفس، اكيد برضو بتشوف الجديد والعديد، او بتاخد اقتراحات بتمشي بها على المريض، صح؟ ويمكن فيما يخصني فأنا هتكلم عنه النهاردة، إن طالما بنتكلم عن الإنسانية وبنتكلم عن الحاجات دي كلها، فأول حاجة لازم نتكلم عليها التوافق بين الناس، وهي دي أساس الإنسانية، يعني التكامل، التوافق، إزاي نعرف نحب بعض، وقبل ما نحب بعض إزاي نعرف أحب نفسي، إزاي أعرف أشوف نفسي، إزاي أعرف أنا نفسي محتاج إيه، وإيه قدراتي اللي أنا أقدر أنجز بيها وأوصل بيها لطموحاتي. من الآخر اللي أنا عايز أقوله، إزاي أوصل لصحة نفسية جيدة تتماشى مع الصحة البدنية والصحة الجسمانية، وفي نفس الوقت برضه الجزء الاجتماعي. طبعا بالتوفيق يا رب. وطول ما الإنسان بيقدر يفكر له ولغيره، بلدنا دايما بخير. احنا شفنا شغل كبير وعلى أرض الواقع، وهيجي النهاردة سفراء وناس بتمثل بلدهم وشخصيات عديدة. تقول ايه النهاردة؟ ومصر دايما رائدة في عالم المؤتمرات وعالم الاجتماعات اللي بتوصل فكر الشعوب لبعضها. لا، هو مش محتاج طبعا، يعني أنا حتى لو أنا قلت رأيي فأنا يعتبر كده مش هقول متحيز، لكن ده حقيقي فعلا. يعني مصر من زمان، مش لسه جاية عليها. الدكتور سوريا قال من شوية، هو سوري إماراتي، قال إن مصر مش بس أم العرب، لأ، مصر العالم العرب كله. كله. لا، مش العرب. مصر كفايه ان هي فيها في اسكندريه المكتبه، ومكتبه اسكندريه دي أشهر مكتبة اشهر واكبر مكتبه على على مستوى مستوى العالم. العالم من زمان، وبعد ما اتجددت كمان، فده معناها ان اسكندريه هي بلد العلم. يعني أنت متحيز لإسكندرية. انا ممكن اتحيز اكتر للصعيد لان انا من سوهاج اساسا. بالتوفيق يا رب. ودايما مصر منارة، منارة للعلم، منارة للنور، منارة للفكر والآراء الجيدة ولولادها. وانا هقول حاجه تانية بقى، انا والأمر هقول دايما مصر مجمعه الناس على كل خير، دايما مجمعانا على الخير. دايما يا رب. امين. ودايما نشوفها دايما في قمة السعادة. احنا شايفين البانر بتاع المؤتمرات، هم بانر وأعلام الدول المشاركة. احنا شفنا مصر وسوريا والإمارات ولبنان، وفي قطر، تحت قطر، وفي السعودية. 17 دولة. هم سموه مؤتمر الأفرو آسيوي، يعني جامع دول آسيا كلها. احنا بنقول مش آسيا بس، ده جامع العالم كله. إن فعلا يتكلم بآراء وأفكار مصرية، وإن إحنا فعلا مش رائدين بس، إحنا العالم كله بيتكلم عن في كل مكان. وتحيا مصر، أرض العروبة، أرض الكناية، أرض السلام، أرض الأنبياء، أرض الخير. من أرض مصر ومن مصر الجديدة. بنقول الفندق هيساعي الحبايب مليون وألف. وتحيا مصر. والقائمين على المؤتمر بنقول لهم مؤتمر واعد، وفعلا هيمثل عنصر أساسي في حياتنا كل يومية، وهنعتمد عليه، لأن احنا فعلا المؤتمرات بتعلمنا الكثير والمزيد. تحيا مصر. ومن أرض مصر كان معكم الإعلامية سور يوسف، برنامج صوت الحياة وعين الحياة ونجوم دولية.